ما شمنانيش يذكروا كل شيء ونحبوا الرجاء بنوضوا مطرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتنا للجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عند الحسابات الرسميه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم فيسبوك، انستغرام وحتى من تيك توك، وهادو بالثلاثه غادي تلقاهم لتحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو دابا خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركه الله. المسؤول ديالي بداو كيكرهوا الرجاء، سي خالد بداو كيكرهوا الرجاء بهذا السلوك هذا. راه كاين بعض الناس داخل الرجاء الرياضي راه كرهوا الناس في الرجاء. يا اخي كنت رحيما حينما قلت جمهور الرجاء كان مجرما في القضيه ديال التطوير، كنت رحيما. اما اللقب او الاسم او الصفه اللي يمكن تطلق عليك الجمهور قلبتوا عليها راه غنقول لكم، انا كنقول اذا قلبتوا عليها غنقولوا لكم. فهاد الاحداث ديال الشغب ما عندهاش نفس نهائيا. تعاملت مع الجيش بليونه مقارنه بالرجاء. الواقع هو هذا، ماشي تندافع على الرجاء، ولكن مباريات لضمان عصبه الامطار، وبالتالي منطقيا ورياضيا ضمن الرجاء والجيش الملكي هما من سيمثلان المغرب السنه المقبله في عصبه ابطال افريقيا. واش تظن عندهم الاليات، عندهم الاسلحه الضروريه باش ينافسوا على اللقب كما عودتنا بذلك الوداد منذ 2014؟ لا شوف اسامه، باش نوقفوا على القضيه، شتي الجيش والرجاء بالمستوى اللي عندهم دابا، بالدراري اللي عندهم دابا، اسمح لي هادو في احسن الاحوال يلعبوا الدور الاول. وقووا فيهم ديك السياسات. مش حاسس بان كاين كذا الرجاء حاليا المغاربه ولاو ماشي كيكرهوا الرجاء، كيكرهوها بهذا الاعلام الخاوي ديالها. حشوم الرجاء يكون واحد نصاب محتال عنده صفحه كيدافع عليها. عيب يا اخي، كنت رحيما حينما قلت جمهور الرجاء كان مجرما في القضيه ديال التطوير، كنت رحيما. اما اللقب او الاسم او الصفه اللي يمكن تطلق عليك الجمهور اللي كيردح وكيزدح على ديك السيارات ديال البوليس، خصو كثار من الاجرام. واذا قلبتوا عليها راه غنقول لكم، انا كنقول اذا قلبتوا عليها غنقول لكم. واقعي الناس ولات كتقول لك وهادو فين ما دار شي حاجه كيخرجوا كيبكيو لينا بسبب هاد الناس هادو. سيدي انا كنتحمل المسؤوليه ديالي، بداو كيكرهوا الرجاء. سي خالد بداو كيكرهوا الرجاء بهذا السلوك هذا. راه كاين بعض الناس داخل الرجاء الرياضي راه كرهوا الناس في الرجاء، يا اما كيفسروا القانون على هواهم وما يخدم مصلحه الرجاء، واما صفحات ديال بعض النصابين والمحتالين، واما بعض الناس بكثره الحب ديالهم للرجاء وصلوا لدرجه يكرهوا كل شيء. اي واحد قال الحق في الرجاء صفر ضد الرجاء بحق فاسد، قال كلمه حق اعلامي فاسد، مسير قال بغى يدير قانون. عصبه الابطال الجيش الملكي يعني رسميا حجزت المقعد ديال عصبه الابطال منذ فوز بركان على الفتح، لان بقى بين بركان الى انتصر المغرب فاز والجيش الملكي تبقى 18 نقطه في 6 مباريات، والجيش الملكي عندنا نسبه خاصه احسن من بركان، وبالتالي الجيش الملكي متاكده 100% باش تسالي في المركزين، احد المركزين الاولين. عصبه الابطال دومينات، الرجاء باقي له 4 نقاط في 6 المباريات لضمان عصبه الامطار، وبالتالي منطقيا ورياضيا ضمن الرجاء والجيش الملكي هما من سيمثلان المغرب السنه المقبله في عصبه الابطال افريقيا. واش تظن عندهم الاليات، عندهم الاسلحه الضروريه باش ينافسوا على اللقب كما عودتنا بذلك الوداد منذ 2014؟ لا شوف اسامه، باش نوقفوا على القضيه، شتي الجيش والرجاء بالمستوى اللي عندهم دابا، بالدراري اللي عندهم دابا،
اسمح لي، هو في احسن الاحوال يلعبوا الدور الاول. في احسن الاحوال ما يمشيوش في الاحسن الاحوال. الجيش فوقاش تقصى العمى اسامه، انت عندك الذاكره الدور الاول. الدور الاول الله يرضى عليك. النجم الساحل. ماشي كنكذبوا فوقاش تقصى الجيش. الدور الاول مزيان. باقي تحس ما عندناش في الساحل. هو بلاتي النجم الساحل ماشي حيت الكلاسمون ديالها ماشي سي اسامه النجم الساحل ما كانش ماشي هذيك النجم الساحل اللي كنعرفوها اسامه. سي اسامه هاد جوج فراكي دابا مزيان هما كيتنافسوا على لقب البطوله الوطنيه. اما الرجاء سي اسامه خصها بزاف وما عندهاش باش. خصها بزاف وما عندهاش باش. الرجاء راه قلت في الحلقه السابقه وباقي كنأكد راه زيرو ديالها. زعما ما عندهمش باش يبداو العام الجاي. شنو يدير؟ يقدر يرجع الرئيس. يقدر يرجع الرئيس. ويرجع الله يوصلوا على خير، الله يجي لعند وليداتو، يجي لبلادو. حنا كنهضروا على الرجاء ماشي على الرئيس. الرئيس راه انا الله يشافيه ويعافيه ويردوا لعند وليداتو، وما عندي حتى مشكل في الجانب هذا كاع، بالمره بالعكس ساكون سعيدا الا شفتو في وسط الاسره ديالو عايش مع وليداتو عايش في كل شيء وفي بلاده. لكن راه خصهم الفلوس، خصهم يجتهدوا بزاف. الاكراه الثاني اللي عند جوج فراق بجوج السي اسامه ما عندهمش ملعب فين يستقبلوا، ما عندهمش ملعب فين يستقبلوا. دونك راه خصهم التنقل، خصهم الوسط. دونك خاص يكون فرقه كتهرس الحجر الا غنشارك في عصبه الابطال الافريقيه. السي اسامه خاص الفرقه كتهرس الحجر. وما نظنش حاليا سلطه مراكش يعطوك سمح 3000 4000 5000 جمهور كل فريق. لا كل وداد عندها متنفس ديال كاس العالم للانديه اللي بغات تربح فلوس بزاف وتحل المشاكل ديالها. ما يكملش، ولكن اللي اساسي عندي ان الرجاء عندها ازمه ماليه. كيفاش غتحل هذه الازمه الماليه؟ ما كاينش مؤشرات، ما كاينش افاق. دونك انا شنو كنقول خصنا نجتهدوا. شنو كنقول خصنا نجتهدوا؟ انا بالنسبه لي الناس ديال خاصه ديك العلماء اللي كيبانوا في الرجاء دابا وديك الثوار ديال الرجاء كانوا تبان ليش لا حتى واحد كيدير على لي غلاديا ثوار اسمع لي لا ديك الثوار ديال نوضوا نهضروا على داكشي اللي ضعتوا فيه في الكونفيرمون، داكشي اللي ضعتوا فيه في المركب دابا مني مسدود. نهضروا على هذه الفلوس ونعاونوكم ونناضلوا معكم. نوضوا طلبوا بان الحكومه المغربيه خصها تدعمكم كما دعمت الكثير من المتضررين، كما دعمتكم قبل. نوضوا هذه المعارك اللي يمكننا نناضلوا معكم فيها، ماشي المعارك لا علاش انت قلت الجمهور لا علاش. المهم اخوتي الرجاويين وخواتاتي الرجاويات، الفيديو ديالنا سالا وكنتمنى من هذا الفيديو يكون عجبكم. وإلا عجبك ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق او لايك، وما تنساش انك تدوز عندي الحسابات الرسميه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم فيسبوك انستغرام وحتى من تيك توك، وهادو بثلاثه غادي تلقاهم من تحت في الديسكريبشن. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده التي تتعلق بفريق الرجاء العالمي. دمتم في رعايه الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء.